بعض الخواطر المتعلقة الدارجة وتأثرها الجاليات اللي وفدت للسودان عبر التاريخ القديم قبل المهدية والتركية والجاليات اللي عايشة في السودانيين اليونانيين. مثلا احنا كنا في غرب السودان عشنا فترة في كمية من اليونانيين شغالين في مجال التجارة، الهنود، عندك الأتراك، عندك حتى اليهود يعني في المصريين، السوريين، الشوام، دي كلها جاليات وفدت إلى السودان عبر مراحل تاريخية مختلفة، إن قلنا سياسية أو هجرات فرضت ظروف معيشية معينة لها تأثير في الأوساط السودانية المحلية في مسألة الدارجة. الشيء الثاني المسألة تحت المصطلح بمعناه سواء كان العلمي في المجالات المختلفة، يعني في الزراعة، في مختلف القانون، في مجالات الأنشطة في الحياة مختلفة، وتأثيره في الدارجة برضو الناس قاعد تاخذ خانة مثلا إذا خانة ما بعرف، وهكذا في لغة تركية. وقيس على ذلك أنا ذلك طريقة بيع على الإنترنت، إن كان أنا بأغلب طيب أنا أريد أستشعر في